مليون رسالة كل شوية قولي لنا طريقة البرجر يا مادة اللي بتطلعها في الاوردرات. عايزين طريقة البرجر، بتعملي البرجر ازاي؟ عملت لكم كام فيديو قبل كده، ولا مش فيديوهات لايف، المرة دي بقى اعملها لكم فيديو عشان لما تحتاجوه في اي وقت بترجعوا له. طبعا البرجر بتاعي اللي بيميزه ان هو بيكون لحمة بلدي، بيفرق جدا في الطعم. البرجر بتاعي اللي انا بعمله في الاوردرات حقيقي اللي ما جربوش فايته كتير. وطبعا عشان انا بحبكم جدا ومش عايزه ارفض لكم طلب طبعا، ومش عايزه اخبي عليكم حاجه. هقول لكم في الفيديو ده طريقه البرجر. اعملي لك كيلو لحمه يقعد عندك في التلاجة اسبوعين، ينفع معاكي غدا، ينفع معاكي عشاء. لو انت تعبت في يوم هتطلعي واحدتين 3 وتعملي سندوتشات للعيال وانجزتي. وكمان عملت اللي عليكي. اول حاجه معايا كميه من اللحمه، انا هقول لكم المقادير لكيلو من اللحمه. هتجيبي كيلو من اللحمه، هتحط عليهم كوبايه من الفول الصويا المنقوع وضربه في الكبه ضربتين كده، وده اختياري يا جماعه. هننزل ببيضتين على الكيلو، وعايزه اقول لكم برضو ان البيض ده اختياري. احنا لحد حالا الاساسي معانا اللحمه، ملح وفلفل، الحاجات دي بتزود الكميه. هنحط ماء وكمان بتخليها ما تكشش شويه، ملح وفلفل واي توابل بهارات برجر جاهزه. التوابل ماليه السوق وشركات كتير كلهم شركات محترمه. انا استخدمت ويلز، توابل ويلز من يعني سعرها حلو قوي في متناول الجميع، وكمان حلوه وريحتها حلوه ونظيفه. هعجن بقى المكونات معايا كلها لحد ما الخليط ده يبقى حته واحده اكنها عجينه كده متماسكه. اظبطي الملح بتاعك، ويدوبك شويه ملح وفلفل على اللحمه كده بقى برجر. مش هنحط بصل علشان هو مش عايزينه، لو حطيتي بصل هيقلب معاكي كفته. تمام. شفتوا بقى العجينه بقت متماسكه معايا ازاي؟ البرجر من الحاجات اللي مش بنسيبها في التلاجة علشان تشكل معايا، بعملها على طول. لو حطيتها في التلاجة هتمسك وهتضايقك وانتي بتشكليها في القالب بتاع البرجر، او في اي غطا برطمان عندك، في اي حاجة هتعملي البرجر. خلصت الكمية اللي انا بعملها. بصراحة موفر جدا في البيت، وكمان حاجة مضمونة. كفاية ان انت بتعملي حاجة لعيالك وانت واثقة 100% ان ما حدش لعب فيها. بس كده، مش عارفة اقول لكم ايه تاني، بس جربوه. وانا مش عايزة ابخل عليكم بحاجة بجد، ولو عايزين مني حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. واخيرا بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو وتعملوا لي متابعة على الصفحة يا جماعة.